سيادة البيه المدير الجديد على وصول. اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا راجل منظم وأحب الانضباط في حياتي. 20 سنة قضيتها في خدمة فروع البنك المختلفة. يمكن لو حسبتوا عدد الأجازات اللي أنا خدتها يمكن ما تتجاوزش صوابع الإيد الواحدة كمان. طول عمري باجي أول موظف وأمشي آخر موظف. ما عنديش محسوبيات، مفيش تنازلات، لأن دي أموال بنك يا إخواني، وأي تهاون فيه أنا ما عنديش يا أما ارحميني، ما عنديش أبدا يا أما ارحميني، بقطع الرقبة على طول، على طول بقطعها. طبعا ده ما يمنعش إن لكل مجتهد نصيب. أنا عمري ما بخلت على موظف نشط وكفء في العمل أبدا. علاوات، ترقيات، حوافز، خد منح زي ما أنت عاوز، بس بشرط تديني شغل وتفاني وإخلاص واجتهاد في العمل. في حاجة يا أنسة؟ تقارير الكامبيو يا فندم. طب حطيها على مكتبي عندك هناك لو سمحت، واتفضلي أنت. في حاجة يا أنسة؟ احنا كنا بنتكلم في إيه؟ في العلاوات والترقيات والمنح والحوافز يا فندم. الأنسة اللي كانت هنا دلوقتي بتشتغل معانا هنا في المكتب؟ الأنسة هالة ماسكة العلاقات الخارجية يا فندم. ومالها يعني شايفة نفسها قوي كده ليه يعني؟ بس دي بنت طاقة يا فندم.
ماجستير في العلاقات الخارجيه ودبلوم في التحويلات البنكيه، وفوق ده وده 6 لغات حيه. ما حدش طلب منك تدافع عنها يا اخويا، خلينا في شغلنا. شفت المدير الجديد يا هلا؟ تحفة. شفت بدلة سيادة المدير يا هلا؟ ولا جرافطتك؟ امال تقولي ايه بقى على جزمته وشرابه؟ الله يكون في عونك يا هلا. في عنا جميعا. مبروك عليك يا هاله المدير الجديد، ده ولا عمر الشريف في سياجته. عمر الشريف ايه يا راجل؟ قول ألان ديلون. ما تنساش يا ابني تفوت عليا بكره الصبح الساعه 7:30. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. سي خليل؟ في حد بقى؟ يا اختي اعوذ بالله الشر بره وبعيد. امال البكره ده بيقرا على مين؟ عشان البركة تحل. أنهي بركه تتعد؟ كلام ربنا مفيش أحسن منه في المناسبات. ونعم بالله. مناسبه ايه؟ ايه؟ عشان الترقية. مش انت النهارده أول يوم ليك في الترقية؟ مش انت النهارده بقيت البيه الكبير مدير البنك؟ ايه؟ لا ولسه أمينة جوه بتدل الشربات، ومحمد بعته يجيب بخور. هبخرك من عين العدو والحبيب، من عين القريب والبعيد. هو احنا بتيجي الساعة يا سي خليل؟ منك لله، منك لله يا زينب. هديت حيلي، هديت حيلي. روحي روحي جهزي الغدا، جهزي الغدا. عينيا حالا. اتوضى انت وصلي العصر وكل حاجة تبقى جاهزة. روحي روحي. يخليك ليا، ما يحرمنيش منك يا سي خليل ولا يحرمني من دخلتك عليا، ويبارك لي فيك يا خليل يا ابن نفيسة. زينب، زينب، انت كنت حاطه ايه هنا وانا قعدت عليه؟ يا حسني انت قاعد مع البيض؟ بيض، بيض، بيض على السرير اللي احنا بننام عليه. ما كنت عايز احط البيض فين؟ تحط البيض فين؟ تحطيه في البوفيه، في ضرب، في سبت. يا وليه حرام عليكي، حرام عليكي، البنطلون خلاص ما بقاش نافع. دول شوية بيض كنت عايزة ادفيهم تحت الغطا. جبت على الغطا وديك رقدتيني عليهم. حقك عليا، معلش اقلع البنطلون وانا اخده لك في في الطيش تحاول. يا حرام عليكي، حرام عليكي والله. اتقي الله فيا، اتقي الله فيا. انا خلاص بقيت راجل مسؤول، بقيت مدير بنك قد الدنيا، ولازم ابان محترم في وسط الموظفين بتوعي، والا هيستهزئوا بيا، يستهزئوا بيا ويلعبوا بيا الكوره. جرى ايه يا سي خليل؟ انت هتنق على النعمة؟ لا دي الظلم من وشنا، نشتهي البيضة ما نلاقيهاش. يا ستي انا لا بنق ولا حاجه، بس البيت على بعضه كله كده بقى شكله يضرب يقلب. يضرب يقلب وماله، لكن مليان بالخير. اوعى تتبطر، اوعى. يا ستي انا لا بتبطر ولا حاجه، بس افرضي حد من الموظفين بتوعي جه وزارني هنا، يبقى ازاي الحال بقى؟ يجوا اهلا وسهلا، هيلاقوا البيت مليان بالخير لتمة عينه. نعمة ونشكر عليها ربنا، بس هم يسموا بالرحمن قبل ما يدخلوا. الحاجات دي بتتنظر. اهلا 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 بالقمر. اتأخرت عليك معلش. ولا يهمك، لا ممكن عاده مش كده؟ فريش.
ليمون فريش وواحد كابتشينو. اهلا اهلا اهلا. قولي لي انت ليه كانت في الشتك عايمه وانت بتكلميني في التليفون النهارده؟ لا دي حكايه كده، انت مالكش دعوه بيها. برضه كالعاده الواحد ما يعرفش عنك اي حاجه. مش كل حاجه. ماشي، قولي لي بقى. ايه اللي عاوز تعرفه يا كمال؟ هالة، انا بقالي شهرين بعرفك وكل اللي اعرفه عنك اسمك وبس. هالة. هالة ايه؟ ما اعرفش. هالة مين؟ ما اعرفش. هالة فين؟ ما فيش فايده. تكونيش جاسوسه. وانت تكونش مباحث؟ انت ليه مصره على الغموض اللي حواليك؟ ليه مش عاوزه تثقي فيا؟ انا لا يمكن اثق في اي راجل، وانت بالذات. طب ليه بقى؟ يا مأمنة للرجال. بس مش كل الرجال. طب انت ليه عاوز تعرف عني كل حاجه؟ مش كفايه ان انت بتعرفني وبتقابلني؟ طب ليه بتقابليني وبتعرفيني ومش عاوزاني اعرف عنك اي حاجه؟ لما اعرف انت عاوز مني ايه الاول. هالة، انا بحبك. ميرسي. بقول لك انا بحبك. مش كفايه. لو اتاكدت انك بتحبيني صحيح اكيد هنتجوز. وانت عاوز تتاكد ازاي؟ تعرفيني عنك كل حاجه. هالة ايه؟ ساكنه فين؟ بتشتغلي ايه؟ رقيتك وسرقيتك يا تخاليل بيه، من كل عين تحسد ولا تصلي على النبي. ايه يا زينب؟ ايه الهيصه اللي بره دي؟ دول الاهل والحبايب جايين يباركوا ويهنوا بالترقيه. تصدق يا تخاليل في ناس فيهم بيقولوا انهم شافوا تصويرتك في الجورنال. قوم البس قوم البس واخرج لهم، افرح وفرحهم بيك يا راجل. والجمعة ايه بس الهيصه اللي بره دي يا زينب؟ هي فضيحه يا وليه؟ فضيحه؟ يا نهار ما فيش غن. كونك تبقى مدير بنك تحتكم على كل الفلوس اللي فيه تبقى فضيحه يا تخاليل. لما تتميز على الموظفين اللي فيه بالكوم تبقى فضيحه. عايزين نفرح، امال هنفرح امتى؟ قوم من ملبسك، قوم كده. هو كون ابقى مدير بنك يا زينب دي مساله كان لازم هتحصل، ما هياش حادثه يعني. جوزك طول عمره راجل كفء ونزيه، وكوني برضه ابقى مدير بنك دي مش غايه الامل بالنسبه لي يا زينب. المستقبل لسه ما فيه ياما. عارفه وكتاب الله عارفه. طب إن ما كنتش تبقى المحافظ بتاع البلد بتاعتنا ما بقاش انا زينب بنت ام زينب. لازم تتنوري وتتلعلع عينك شويه يا زينب. 18 سنه وانت عايشه في مصر ومع هذا لسه افلحون ومش عايزه تتنجري ابدا. اتنجر ازاي يا خليل بيه؟ تكونش عايز نعمل زي ستات مصر، امدغ اللبان والبس المحزق والعريان. افلحون، تفضلي طول عمرك افلحون. صباح الخير يا فندم. ايه؟ اخبار الدولار ايه في بورصه لندن النهارده؟ البنك المركزي لسه ما ادالناش سعر الفرق. انا شايف والله ان اللي بتعملي ده ملوش لازمه، يعني ما ملوش منه فايده. وفد البنك الاقتصادي الاسيوي ميعاده النهارده، ودول ناس فنانين احاسيسهم مرهفه، يعني لازم نهيئ لهم الجو المناسب لاثناء المباحثات. انا اصلي ما عنديش فكره عن الموضوع بتاعهم ده خالص. ده سندوتش. يا ريت تتصل بيهم وتخليهم ياجلوا الميعاد بتاعهم ده يوم ولا يومين على بس ما اكون لميت بالموضوع بس شويه. ونأجل ليه بس يا فندم؟ الناس كتر خيرهم جايين لغايه عندنا وجايبين لنا اتفاق انهم احنا نسوف معاهم ونماطل. وانتوا كنتوا قعدتوا معاهم؟ طبعا قعدنا معاهم والموضوع شبه منتهي، البروتوكول جاهز وعلى التوقيع كمان. طيب اطلع عليه بس عشان افهمه وابقى على بينه.
الموضوع باختصار شديد يا فندم عبارة عن تمويل قرض مشترك ب10 مليون دولار لصالح إنشاء محطات تقوية في الريف. 4% فايدة في السنة مع إعطاء فترة سماح 10 سنوات. والله ظريف، بس يا ترى الناس دول لهم يعني شروط معينة؟ لا شروط ولا حاجة يا فندم، احنا أصلنا بنستورد 80% من الأجهزة الكهربائية بتاعتنا من عندهم، عشان كده طبعا هم يهمهم إن الكهرباء توصل في كل مكان والأجهزة تكتر وتنتشر في الريف. والله ناس بتعرف ازاي تفكر. حضرتك ممكن تلقي نظرة سريعة على بنود الاتفاق قبل ما يوصلوا. عن إذنك يا فندم. وصلوا يا فندم. سلعبان مسوك. ويلكم ان كايرو، ويلكم ان ايجيبت، ويلكم. سلمة تانج مسيري. بسم الله ما شاء الله، نبني في اللغات. Saya mau mengambil uang sesuai dengan telepon. بيقول لحضرتك ايه بيقول ان المبلغ هيتباع بالتليكس بمجرد توقيع الاتفاقيه. بلغيهم انني سعيد جدا بهم للغايه، وقول لهم ان احنا شعبهم ده شعب صديق، وان احنا بنعتز باخوته من زمان. سنان سلمة تانج مسيري. ويلكم ان ايجيبت. Kami bergembira sekali berjumpa dengan Bapak. Oleh karena itu, kami harap Bapak mengadakan pesta untuk persetujuan ini. دي بقى انا ما فهمتهاش. بيقولوا ان هم سعداء جدا بمعرفة حضرتك وان هم عازمينك الليلة دي على حفلة كوكتيل بمناسبة الاتفاقية الجديدة. كمان؟ والله الناس دول زودوها معانا قوي. دي كان واجب علينا احنا. هو حضرتك بتفهم لغتهم؟ ولا بفهم لغتهم ولا اي حاجه، انا بس تلاقيها كده، اصل انا بفهمها وهي طايره. مساء الخير. أفندم. الاستاذ كمال الزعفراني، مش دي شقته؟ أيوه اتفضل. كيمو يا تمولة. عينك يا بيك. أعمل لك بس؟ لا اعفيني، معاك ولاعة؟ اصلي ما بشربوش. يا كيمو يا تمولة. تروي العطشان وتطفي نار حيران. مين؟ خليل ابن نفيسة. ازيك يا ابو كمال؟ اهلا اهلا يا خليل. ازيك يا اخي؟ اهلا ايها الفتى الريفي الساذج. ايه اللي رماك عليا يا اخويا؟ وحشتني يا اخي. طب اتفضل اقعد. ايه؟ تشرب ايه؟ لا ملوش لزوم. انا اصلي كنت قصدك في كلمتين. طب فيكي لو سمحتي خلي مطاوع يعمل شاي للبيت. شاي ايه يا اخي؟ الشاي مضر للصحه. يا ريت لو سمحت تقولي له كوبايه حلبه حصى. حاضر. ايه مالك متاخد كده ليه ايها الفتى الريفي الساذج؟ وقع يا ابو كمال يا اخويا، كارثه. خير؟ اترقيت. الله يخرب عقلك، ودي تبقى كارثه. رأوك عملوك ايه بقى؟ تخيل، رقوني بقيت مدير الفرع الرئيسي للبنك. برافو والله تستاهل يا خليل، طول عمرك ناصح وقروق. شغلانه انا مش قدها يا ابو كمال. ما تقولش كده يا خليل، انت قدها ودود. انت طول عمرك اشطر واحد فينا ودايما كنت تطلع الاول. ابوك الله يرحمه كان دايما يتباهى بيك. الله يرحمه ويحسن اليه. انما دادي الباشا كان دايما يهزقني بسببك. فاكر لما كان يقول لي الواد خليل ابن ابراهيم ابو نفيسه
طلع الاول في الثانويه العامه وحصلك في الجامعه وانت لسه مبلط في الخط يا بليد. ايوه بس انت ابوك وجدك بشوات يا ابو كمال، يعني تنفع مدير بنك ورئيس وزراء كمان، لكن اني ابقى مدير بنك ومره واحده مشكله يا ابو كمال. عندك حق، صحيح الدنيا اتغيرت، بس مشكله ليه؟ مشكله ليه؟ عربيه بتليفون وسكرتاريه وعلاقات عامه وإشي وفود اجانب، إشي منها ياباني وإشي هندي وإيش، يعني لازما المظهر والقبايه. كل ده ما فيهوش مشكله. ما فيهوش مشكله؟ وحفلات الكوكتيل. هي دي بقى المشكله. وانت عارف اخوك ملوش في الشرب وفي المسخره دي. اوعى تكون جاي عشان اعلمك المسخره. تعلمني مسخره ايه يا ابو كمال؟ انا جاي لك يا اخي عشان تنورني، ده احنا برضه بلديات يا اخي. بس بقى تسمع الكلام بدون مناقشه. اسمع. واضح فعلا انك عاوز تتنور. دي بدله مدير بنك، ده زديني مدير بنك، ولا دي جرافطه مدير بنك، ولا دي جزمه مدير بنك؟ ده انت منظرك ولا زبال في البلديه. طب ايه يا ابو كمال؟ وانا جاي لك هنا عشان تهزقني يا اخي ولا ايه؟ يا راجل اتنور بقى، روح اشتري لك بدلتين حلوين وشويه قمصان وجزمتين عدلين. انت نبغى لكن من حيث المظهر جحش وتربش. انا غلطان اللي جيت لك هنا يا ابو كمال. ما تزعلش مني يا خليل، بس مين هيحترمك بمنظرك ده؟ ازاي تملى مركزك بالمنظر ده؟ ازاي سكرتيرتك تدخل عليك تمضي منك اوراق وانت بالمنظر ده؟ اكيد عندك سكرتيره، وتبقى مصيبه لو تبقى بنت حلوه. يا من جهه حلوه، يا حلوه قوي. بتتكلم بجد؟ الا جد يا ابو كمال؟ ولا ريحتها؟ يا ريحتها مسك وبتتكلم 5 لغات، يعني 5 لغات، وعامله كده، عامله زي لقطه القشطه، وباين عليها كده. والله العظيم باين عليها كده. باين عليها ايه؟ انت مش عارف. خليل، ما هو انا جاي لك عشان تنورني. دي هدوم اروح بيها حفله زي دي؟ معقول ابقى المدير العام واروح الحفله ببدله زي دي؟ ده هي تكسبكم زي ما كسبتوني النهارده. انت مالك شد عين الحمل كده ليه النهارده؟ ما انت طول عمرك بتلبسها، اشمعنى النوبه دي؟ يا زينب غلط، انا دلوقتي بقيت راجل في موقع المسؤوليه، وطول النهار وفود اجنبيه داخله وطالعه عليا، يعني لازم اظهر بالمظهر اللائق. ما تلبس زي ما انت عاوز، حد حيشك محبب على قلبي. طب سيب اللي في ايدك وتعديني فلوس عشان اشتري شويه هدوم. ولزومها ايه البعزاء دي؟ ما الهدوم عندك متلتله في الدولاب شو شويات. ولا حاجه من دي هتنفع يا زينب، اصلا الليله دي عندي حفله كوكتيل ولازم اروح الحفله دي كما يجب وبالمظهر اللائق كمان. اتقي الله، ما احناش ناقصين ارض، طالع على شمعتك تقيل. يا سلام، يعني عشان خلاص ماني نويت اشتري حته بدله جديده يتيمه الناس خلاص يعني هتقر علينا. الو خليل بيه؟ ايوه خليل زفت. انا هالة يا فندم. انا اسفه جدا ان انا بمسك حضرتك، بس حبيت افكرك بميعاد الحفله النهارده عشان ما تتاخرش. بعد اذنك يا فندم، انا كنت بقترح يعني لو احنا نشتري بعض الهدايا التذكاريه لاعضاء الوفد. والله فكره، لازم برضه نشتري لهم شويه هدايا مناسبه. ايه ما يجراش حاجه، حضرتك تنزلي انت وتنقي الهدايا المناسبه اللي على ذوقك انت. بقول لك ايه، ما تبقيش تنسي الفواتير عشان نبقى نعرف نسدد المبلغ ده. 500 جنيه كفايه قوي. عندك فلوس كفايه ولا تحب ابعت لك من عندي؟ والله في الحقيقه انا كنت نازل. نتقابل هناك، نص ساعه بالكتير هتلاقيني منتظرك هناك. دكار يا خليل بيه، قصدي ماشي. على فكره انا محضر لسيادتك مفاجاه. لا بقى لما هشوفك هقولك. اوكي، باي باي يا فندم. بنتك بتتكلم مع راجل في التليفون. شغلها يا صبحي،
ما قلناش حاجه، ما احنا سايبينها داخله خارجه زي ما هي عايزه. حلو قوي، ناقص كمان تمنعها من شغلها. نمنعها من شغلها؟ طول ما هي مراعيانا خلاص نمنعها ليه؟ تقصد ايه؟ هو انت مش لسه واخد منها فلوس من يومين؟ من يومين يا توع، من يومين يا فتحية، حد فاكر؟ قومي قومي خليها تحن على جوز امها الغلبان بقرشين. قومي يا فتحية قومي. ايوه ربنا يتوب علينا. انت خارجه يا هاله؟ ايوه يا ماما، ما انا قايله لك من الصبح ان انا خارجه. اصل خلاص يا ماما ما تكلمنيش. اتفضلي ادي دول اللي عندي. والله يا بنتي ما انا عارفه اقول لك ايه. الشرب خلاص خلاه ما بقاش بني ادم، وهي عيشه يا بنتي ولازم نستحملها. ما تقوليش حاجه خالص يا ماما، قولي ربنا يتوب علينا من العيشه دي بقى. ها، ايه رأي حضرتك بقى في اذواق البدل دي؟ والله هي ظريفة، بس عيبها انها شبابي حبتين. حاكم اني ما احبش الالوان المزهزهه دي، والتفصيله لازم تكون مقفوله وبصفين. انت ليه دايما بتحاول تعجز نفسك كده يا استاذ خليل؟ واني طول عمري كده احب الحاجات الحشمه. طب بلاش دي. طب ايه رأي حضرتك انا بقى نقيت لك البدله دي، بص. والله اني بثق في ذوقك، على العموم نجربها. لو سمحت عاوزين نقيس البدله دي. ايوه بس البدله دي بسديري ولا لا؟ لا. اهو ده عيبه. حد يلبس سديري دلوقتي؟ فكرك يعني بلاش؟ طبعا بلاش. خلاص امرنا على الله، نقيسها. لو سمحتي القميص والشراب ده كمان. ممكن توريني البدله الثانيه دي اللي ورا؟ ده انت على كده بقى نقيت الطقم كامل. طبعا الكرافته لازم تضيق على البدله، والقميص والشراب كمان. ظريف قوي. مش ناقص بقى غير ان احنا نغير الجزمه، جزء بني وجزء اسود. ايه ده احنا على كده بقى هنضرب حسبة بتاع 30 35 جنيه. اهدى هتعرف في ناس عايشين في الدنيا دي واحنا ولا هنا. الحق يا استاذ خليل دخلوا قبلينا. أبا كبار أبا كبار أبا كبار. أستاذ خليل، يا أستاذ خليل من هنا. ويلكم كايرو، ويلكم ايجيبت، ويلكم. اهلا بيكم. ايه ده؟ ايه كمان ده؟ Kenapa Bapak tidak bersama Madam? اصل المدام تعبانه شويه وبعافيه يعني حبتين. مدام كورنزهاي، حضرتك بتفهمهم ازاي؟ بالفكاكه، قال المدام يبقى قصده المدام. ولا ايه؟ ويلكم. يعملوا دي بيصب لي. ايوه يا فندم، ما هو ما يصحش حضرتك تعترض ان كلهم بيشربوا، عيب قوي يعني. لو انت هتشربي؟ يا فندم دي شمبانيا ما فيهاش حاجه. ما فيهاش حاجه؟ ايوه ما فيهاش حاجه. سيرز. بيرز.
انت ايه اللي جابك؟ انت مش اتصلت وقلت انك تعبانه؟ في الحقيقه يا فندم انا فعلا النهارده ما كنتش قادره اقوم من السرير، لكن هعمل ايه بقى؟ افتكرت النهارده ميعادنا مع وفد بنك فرانس ولازم اكون موجوده عشان خاطر الترجمه. اخ بالترجمه دي اللي هتودينا في 60 داهيه. يا فندم؟ لا ابدا ابدا ولا حاجه. وطبعا احنا لازم نعزمهم زي الجماعه بتوع امبارح. متهيألي ده المفروض. يبقى على كده بقى الواحد مش هيسلم ابدا. ليه؟ ام العيال يا ستي مش قادره تتصور اعباء الوظيفه الجديده اللي انا فيها دي وبيتها لها يعني انني بلعب. طيب ايه رأي حضرتك يا فندم يعني لو تعزمها مرة معانا عشان تقدر وتشوف المسؤوليات اللي انت بتتحملها قد ايه؟ يا ريت، بس هي اصلها ست من النوع المتزمت شويه وما بتحبش تسهر يعني في حتت زي دي ابدا. في الحقيقة انا لاحظت كده برضو. لاحظت كده برضه؟ لاحظت ايه؟ يعني متهيألي انها متهيألك انها ايه؟ يعني لو سمعت حضرتك بس ما تزعلش، المفروض انها تهتم بحضرتك شوية اكتر من كده. معلش اصلها يعني ست بسيطه شويه، ست طيبه طيبه قوي من نوع الستات بتاع زمان زي امهاتنا، وما هياش يعني متفرجه. وكمان برضه زي ما تقولي حضرتك كده العيال برضه يعني لاخمينها شويه. انا ما كنتش عارفة ان حضرتك عندك اولاد. لا الحمد لله عندي، وزي ما تقولي يعني كده العيال والمسؤوليات هدت حيل الواحد شويه. هدت حيلك ده ايه؟ انت لسه في عز شبابك. بس الهم عجزنا بدري. يا فندم ما تقولش كده. الوفد وصل يا فندم. الحقيقة استقبليهم بسرعة لسه هاني. حاضر. اشانتي مسيو خليل. اهلا مسيو وسهلا. جاك. اهلا جاك. اهلا ارشنتيه. مسيو البير. البير ويلكم. اهلا فرانسوا. فرانسوا ميرسي. اهلا وسهلا. قولي لهم ان احنا عايزين نحتفل بيهم. ويا ريت لو يشرفونا النهارده او بكره في حفله كده وسهره نعملها لهم على الضيق كده زي الجماعه بتوع امبارح. نوم العوافي يا سي خليل بيه. خليل بيه في واحده في الدنيا يا زينب تقول لجوزها يا بيه. يا لهوي، امال اقول لمين يا بيه اذا كنتش اقول لك انت يا بيه؟ نفسي تتنجري كده وتتدردحي لك شويه يا زينب. ايه واحط احمر واخضر؟ تكونش عايزنا نتقصع زي حريم مصر. وماله يا بنت؟ فيها ايه يعني لما تشوفي نفسك شويه؟ ايه يا سي خليل، جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي؟ كنت اقوله زمان وانا لسه بخيري. ما انت لسه بخيرك يا بنت. يا اخويا اهبل اهم، قاطي على الخلف وسنين والعيال هدوني يا اخويا. طب روحي 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 اعملي شاي. روحي روحي. في ايه يا محمد؟ في ايه يا بنت امينه؟ في ايه منك له؟ اخذ الكتاب يا بابا. لو ان الكتاب ده هيالها. ما بلاش احسن لك يا واد بلاش الادب. لو ان الكتاب ده الحب والحرمان. يا ده يا سوده ما شاء الله على التربيه والاخلاق الحميده. كتاب مين فيكم ده؟ في انهي مقرر ده يا ابن الكلب؟ الدولة كتبها هي يا بابا. كتابها هي؟ كتابك انت الحب والحرمان يا ست امينه. ايه والله وعرفت تربي يا خليل. انطقي. جبت الكتاب ده منين؟ شوفي هقطم رقبتك هكسر ضلوعك ضلع ضلع. انطقي يا بنت. جبتيه منين؟ جبتيه منين؟ انطقي يا بنت. جبتيه منين؟ يا سي خليل مالك قايم من النوم وطلع تعبك علينا؟ طبعا. هو انت داريه بحاجه؟ ما هي دي تربيتك يا ام العيال. الحب والحرمان. الحب والحرمان يا ام امينه. ده هي تقطعكم وتقطع دي عيشه. نعم الهدوم العنوان غلط. خليك يا اخويا.
عندناش مكوى. مكوة ايه يا ست؟ طولي بالك عليا. ايه؟ ما قالت لك ما عندناش مكوة، وانا قلت لك العنوان غلط. وايه؟ تلقيح جدك؟ يا سعادة البيت، دي شقة الأستاذ خليل؟ ايوه شقة الأستاذ زفت. الهدوم اللي معايا دي الأستاذ خليل حضرتك؟ ايوه أنا. اتفضل استلم. استلم ايه؟ وادي الفاتورة. فاتورة؟ فاتورة ايه؟ 720 جنيه، 3 بدل والقمصان بتاعتهم وخلافه. مين اللي بعت الحاجات دي؟ واحدة فاتت على المحل اشترت الحاجات دي وادتنا الاسم والعنوان. معقول؟ هلا؟ هي ما فيش غيرها، مقصوفة الرقبة، سكرتيرة الشؤون. اسكتي اسكتي. أنسة هالة، أنا خليل. خليل بيه؟ خير يا فندم، في حاجة؟ أنا أصل تعبان شوية. سلامتك يا فندم، حضرتك بتتكلم من البيت؟ لا، من المكتب يا أنسة هالة. طب أنا هاجي حضرتك حالا، مسافة السكة. ألو أنسة هالة، يا أنسة هالة. اهلا وسهلا ست هانم. ايه الحكايه؟ البيه المدير وبعديه الست هاله. يمكن جاي تفتش هي كمان. وانت بتقول لي ده نكدي؟ ده باين عليه نزهه. خليل بيه، مالك سلامتك، في ايه؟ تحب اطلب لك دكتور؟ ايوه انت مالك؟ حضرتك في ايه بالظبط؟ حضرتي يعني حبيت اعتذر لك عشان كده كلمتك بالتليفون. تعتذر لي؟ تعتذر عن ايه؟ ايوه اعتذر طبعا، ما اعتذرش ازاي؟ ده اقل حاجه اني اعتذر. مش انت، مش انا برضه دوست على رجليكي وانا برقص معاكي؟ انا اصلي فلاح ومدب وعمري ما اتعلمت الرقص، عشان كده انا محتاج لك يا انسه هاله. انا حاسس اني في ازمه، حاسس كأني في عاصفه عاتيه على وشك ان تقتلعني من جذوري، حاسس كأني ريشه في مهب الريح، حاسس كأن حمار حصاوي في سبق للسيارات. لا، بسيطة يا أستاذ خليل، وما كانش في داعي خالص للاعتذار. أما عن الأزمة والعاصفة فكل شيء وله حل. صحيح؟ طب ازاي؟ يعني ممكن واحد أفلحون زيي يتنجر ويتعلم كده ويتمدن ويليق بالأمل اللي هو فيها دي؟ ممكن. صحيح؟ يعني ممكن مثلا في غمضة عين أتعلم الرقص ولا أدوس على رجلك؟ أعلم. يا معلم في المتبلم. نحاول. الله، ريحتك حلوة قوي. اسمه برايفت كولكشن. نعم؟ اسم البرفان اللي أنا بحطه برايفت كولكشن. حلو قوي قوي قوي. أنسة هاني. نعم. الله ينعم عليك. أنا عايز أسألك سؤال. اسأل. أني نايم وبحلم ولا صاحي برضه وبحلم؟
حقي. عموما لو نايم وبحلم اياك تصحيني، ولو صاحي وبحلم اوعك برضه تصحيني. يوه حلوة أوي الريحة دي، كل شنكان جميلة. يا يما أهلا يما، تعالي يما تعالي شوف ابنك خله واللي جراله. خليل، ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي يا زينب؟ هوني معقول هنام وانت زعلان مني؟ لا خلاص انا مش زعلان. يا امير يا طيب، اتعشيت ولا حضر لك العشاء؟ ماليش نفس، اصل تعبان شويه. يا هتقطعها دي ترقيه، تعبك كده على طول واخدك مني. تعال مدد على فرشتك وانت هتبقى زي الحصان. ايه وانت مش هتنامي؟ لا معقول انام قبل ما فرفشك وانا عنيشك وابسط لك اعصابك؟ لا انا مش عايز انام دلوقتي، ما عنديش مزاج للنوم. يعني أنا أهون عليك تنام وتسيبني قلقانة؟ طب ما تنام يا وليه، حد هيشك؟ ما نامش يا سي خليل، أنا خدمتك، أنا ملكك وليك عليا حق الطاعة، أنت تأمرني وأنا لازم أنفذ. لا ده باين عليا اني لازم انفذ. طيب يا زين. وحشتني يا سي خليل، وحشتني والنبي قوي يا خويا. ايه الريحه دي يا زينب؟ دي ريحه بصل. ماني طول النهار في المطبخ وانبوبة البوتاجاز فضيت ومفيش ميه سخنه. برضه يصح قبل الواحد ما ينام يا زينب ياخد حمام لاجل ما تبقى ريحته حلوه. بميه ساقعه؟ ان شاء الله بجاز يا زينب. طب حقك عليا، يعني هي دي اول مره ولا هو ده اول يوم جواز؟ ما انت طول عمرك واخدني وانا عوايدي كده. طب نامي انت يا زينب، نامي. تبقى زعلان مني؟ انا عمري ما ازعل منك يا زينب، عمري. بس نامي انت. حاضر يا سي خليل، أنا هنام، هنخمد. خير، جايباني على ملا وشي ليه؟ أبدا، وحشتني. يا سلام، ومالك بتقوليها كده؟ كمان أنت ناوي على إيه بالظبط؟ ناوي على إيه في إيه؟ في حكايتي. طب مش لما نشرب حاجة الأول؟ أنا خلاص شربت. كمان أنا ضروري أعرف فضلك. أنا حاسة إني تايهة وعاوزة أرسى على بطني. أنا كمان تايه زيك ومش عارف أرسى على بطني. يا هلا لازم نكون واضحين مع بعض. أنا ما أعرفش عنك أي حاجة خالص. عاوز تعرف إيه؟ عاوز أعرف أنت مين؟ ساكنة فين؟ عايشة إزاي؟ بتشتغلي إيه؟ أنت بالنسبة لي لغز. بصراحة دي حاجة توغش أي راجل. ولو عرفت؟ أبقى تحت أمرك. طب أنا النهاردة مستعدة أجاوب على كل أسئلة، وهخليك توصلني لغاية البيت كمان. اشمعنى النهاردة بالذات؟ مش بقولك تايهة وخايفة لأغرق؟ لو بتحبني صحيح يا كمان يبقى لازم ندع حد لعلاقتنا، ياما مش هتشوفني تاني. يا ساتر، ده إنذار بقى. أنت تقدر تعتبره إنذار، بس ليا أنا. مش هتقومي تنامي يا ماما؟ لا، أنا مش هنام. أنا هستنى أبوك. خش أنتي أمينة. خد أخوكي خش نام، أنت عندكم مدرسة الصبح. أنتي لو هتستني بابا يبقى مش هتنامي. بابا كل يوم بيجي متأخر أوي. كمان أنا بحس بيه وهو راجع. أبوكوا بيتأخر في شغله
ابوك اترقى يا محمد، ابوك بقى مدير كبير قوي. وهو اللي بيترقى لازم يتأخر بره الوش الصبح وينسى بيته وولاده؟ عيب يا امينه، عيب تتكلمي عن ابوكي بالشكل ده. ها؟ ابوكوا بيشقى يا اولاد، كان الله في عونه. يلا خشوا ناموا، خشوا ناموا، مالكوش دعوه بالحاجات دي. انا مش هنام، انا هفضل معاك يا ماما. انا هستنى بابا لما يجي، عشان ليا كلام معاه لازم اقوله له. كمال بيه موجود؟ كيمو كملتي. ايوه مين اللي جاي اهو؟ اهلا خليل. سيبينا يا ميمي دلوقتي بقى. تعالى اتفضل. يلا يا اخويا. ايه دي؟ دي واحدة غير فيكي اللي جت هنا؟ فيكي خلاص خرطوها للوز. مبروك يا سيدي، يعني اتجوزت ميمي؟ اتجوز مين يا مجنون انت؟ اقعد. ايوه يا عم، مزيط نفسك انت ومهيص. اعمل لك كاس. كاس مين؟ قول 2 3. ده انت باين عليك تعبان قوي. من امتى بقيت شريب قوي كده؟ من يوم ما حبيت، ويا ريتني ما حبيت. واخرتها؟ ما هو انا جاي لك عشان كده. اشمعنى انا يعني؟ لانك انت شيطان، وانا محتاج لشيطان ياخدني على جناحاته السودة بعيد بعيد عن زينب ومحمد وامينه، ويرميني في حضنها. هي اسمها ايه؟ مش بقول لك شيطان؟ لسه مش واثق فيا يا خليل. لا يعني مش حكايه واثق ولا مش واثق والكلام ده، بس مش معقول يعني هنزل بمستوى حبي لدرجه اني ابوح لك باسمها. بتحبها للدرجه دي؟ واي حب، واي حب يا كمال يا اخويا، بس لازم أن يكون فيه حل. تتجوزها؟ يا ريت. طب والبيت والعيال وام العيال؟ واني يا اخي واثق فيها؟ والله يا كمال يا اخويا، اللي بيحب بتتغمى عينيه وبينطرش، يعني لا بيشوف ولا بيسمع. يبقى تحاول تعرفها كويس، تختبرها، تعرف اخلاقها شكلها ايه، عيلتها، اصلها، فصلها. طب ازاي وليه؟ وتفتكر يعني لو طلع فيها عيب هقدر ابعد؟ يبقى بترمي نفسك في النار يا خليل. واني اللي كنت فاكرك حبيب وهتنصحني؟ باين عليك انت اللي هتنصحني يا خليل. اصل انا في حياتي اليومين دول واحده زي اللي بتحكي عنها بالظبط. لا انت ما تخافش عليك، ده انت شيطان. برضه الشيطان بيجي عليه يوم ونفسه يتوب. ايه الحكايه؟ ده انت باين عليك سكرت واني لسه. بالعكس، انا بحاول افوق وما افضلش سكران كده طول عمري. ايه رايك يا خليل؟ انت تسمع كلامي وانا اسمع كلامك. ازاي يعني؟ يعني احنا الاتنين نعرف حقيقتها وحقيقه شعورها، يمكن تكون بتخدعنا. وانت مالك انت ومالها؟ دخلك انت ايه بشأنها؟ يا ابني انا قصدي انت تعرف اللي شاغله بالك وانا اعرف اللي شاغله بالي. ايوه ميكي ولا فيكي ولا سوسو ولا بيكي؟ لا، اللي هتخليني ملاك بعد ما كنت شيطان، واللي ممكن تخليك انت شيطان بعد ما كنت ملاك. صحتك. صحتك اديها. بس انت متضايق، يظهر مين مضايقك في حاجه. أوي. سنوري 312 314. شكرا. في حجز باسم كمال الزعفراني. مظبوط يا فندم، غرفة 451. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شكرا. عفوا. وبفضل المساعدات الاقتصادية التي سوف يقدمها لنا شعبكم الصديق، سوف يتمكن هذا المصنع من مضاعفة إنتاجه بنسبة 250%.
الأمر الذي سيشكل فائضا وقدره 150,000 طن من الورق المضغوط و100,000 طن من أوراق البلاستيك. وحسب الاتفاقية سوف يتم تصدير هذا الإنتاج لبلدكم العزيز، وذلك تسديدا لديون القرض وعلى مدى 10 سنوات. اديه اديه. انا مش عارف ايه اللي جرالي الليله. مش بتاعت بقى في الشرب للدرجات دي. يحاسب ليه؟ لاني قلت للادي هذا خليل خليك على راحتك ما دام انت بقيت بعيد عن البيت والولاد واعرفهم. مش هخليك تشرب كتير كده تاني. طب ليه؟ ليه مش عايزاه اشرب كتير؟ عشان صحتك وعشان انت مش واخد على الشرب. ده انا قلت الليله دي بالذات اتقل مخصوص في الشرب بالعين عشان تبقى عندي شجاعه واقدر اكلمك. في ايه بس؟ ايه بس؟ انا ايوه انت ايه؟ انا بحبك قوي وما كنتش ممكن اقدر اقول لك الكلمه دي غير واني سكران قوي خالص ومتنيل ب 60 نيله. وبعدين بقى؟ انا عارف ان الكلام ده كلام كبير قوي، عشان كده انا نيلت الدنيا كلها عشان اقدر اقوله لك بشجاعه. يا استاذ خليل ده غلط. ليه؟ انا راجل محترم جدا جدا وما بحبش الغلط، عشان كده لما اقول لك انا بحبك يبقى عايز اتجوزك. ارجوك ما تخلينيش اندم اني طلعت معاكوا اسكندريه. تندمي ليه؟ وقعت. داني وقعت ولا حد اتسمى عليا. طب قول حضرتك ايه؟ ممكن تخش اوضتك تنام وتستريح والصبح هنتكلم في الموضوع ده براحتنا. هو ممكن؟ ممكن قوي. ايوه بس توعديني. ايوه على فكره انا ممكن اساعدك قوي. انا ممكن افتح لك بيت تاني عشان يعني ما تكونيش متضايقه ولا قلقانه. انا لعلمك انا عندي ممتلكات خاصه كتير قوي في البلد عندنا وارض كمان، يعني مش اي حاجه. طيب اوضتك هنا. ايه طيب ممكن تساعديني وتفتحي لي الباب؟ فين المفتاح؟ انا مش شايف. طيب مش شايف. ايه يا استاذ خليل؟ ايوه مش شايف. اديه. لو فيه مأذون خليه يجي ويخلصني لأن عاوزك الليلة. عيب من الكلام اللي بتقوله ده. أرجوكي ما تظلمنيش. أنا بحبك قوي يا هانم. أنا كويس قوي وصادق، صدقيني صادق وجد جدا في كل اللي أنا بقوله، صدقيني. أرجوك يا أستاذ خليل ما تقوليش كده تاني لأني بتضايق. ده تلعن ابو الخمره وتقطع ايامها. ايه ده؟ يا نهار مش فايت. انت قلت ايه يا واد يا خليل انت امبارح؟ والله جات شطانك بينك حكيت. هتقول لها ايه وتكلمها ازاي بس؟ ده هي تكسفك. مين؟ هلا صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. أرجوكي ما تكونيش متضايقة مني. الظاهر إني أنا امبارح يعني تقلت العيار في الشرب حبتين واحتمال يعني أكون خرفت معاكي في كلام كتير ولا حاجة. ما حصلش حاجة خالص، ده حتى حضرتك كنت رقيق معايا جدا. يعني ما انتش متضايقة مني؟ اطلاقا. تعرفي
انا كنت قاعد من شويه وانا في حصبيص، مش عارف اواجهك ازاي باي شكل وباي وش. انا ما كنتش عارفه انك خجول للدرجه دي. معنى كده انك بتواسيني. استاذ خليل، انت انسان عظيم وراجل مرموق، واي واحده ست في الدنيا تتمناك. بس ايه؟ راجل متجوز وعندك اولاد. خليل، معقول ايه ده؟ الشيطان ذات نفسه انت جاي تطفي نار الشوق في بحر اسكندريه ولا ايه؟ جاي وجايب الشوق كله معايا، ولا ميه المحيطات كلها تقدر تطفي نار الشوق اللي جوايا حتى وهي معايا. هي معاك هنا؟ ايوه، وفي نفس المقام ده. طب فرصه بقى عشان اشوف حواء اللي نزلت ادم من الجنه. لا خفيف. انت فاكر يعني ان هوريها لك؟ لازم وحشه، ما انت طول عمرك ذوقك منيل ب60 نيله. اعمل معروف واتطرق من هنا دلوقتي احسن زمانها نازله عشان اخدها وننزل مصر على طول. امشي. اسمع كلامي، دي فرصه عشان تعرف رايي من وجهه نظر واقعيه. ما تحرجهاش وتحرجني معاها. امشي. خلاص انا نازل مصر بالليل، شوف وشك بخير. بالسلامه بالسلامه يا اخويا. خليل، الهانم الفوطه 312 ثابت لسيادتك الرساله دي بتقول لك انها نزلت مصر بتيجي. يا اولاد، مع السلامه يا بابا. وحشتوني قوي. جبت لي معاك من السفر يا بابا. ايه؟ جبت لي معاك من السفر. معلش في الحقيقه اصل كنت مشغول قوي فما لحقتش اجيب حاجه، لكن انتوا تؤمروا ايه اللي عاوزينه وانا انزل اجيبه لكم فورا. مش عاوزين حاجه، عاوزين سلامتك. الهي ما يحرمنا من دخلتك علينا يا قادر يا كريم. معلش يا زينب، انا عارف ان دي اول مره ابات فيها بره البيت من بعد ما اتجوزتك. براحتك براحتك وزي ما انت عاوز. الجماعه الفرنسويين عازميني في رحله عمل كده في فرنسا، والرحله دي مش عارف رحله عمل يعني جايز تاخدها كده من 2 ل3. ما يهمكش يا اخويا، سافر وانت مطمن، بيتك منصان لحد ما ترجع له بالسلامه، وولادك اهم البركه فيهم، مالين عليا دنيتي. والله اصيله يا ام محمد. البنت دي باين عليها متودكه قوي وهتتعبك يا خل. طب ما انا جاي لك اهو عشان استفيد برايك وخبرتك يا كمال يا اخوي. شوف يا سيدي، انت تجس نبضها، اذا كانت بترسم على جواز تفرقعها فورا. طب وفيها ايه لما اتجوزها؟ ما هو ده عز الطلب. غلط، لانك في الحاله دي بتقضي على بيتك وولادك. بس اني اقدر افتح بيتين يا كمال. المساله مش مساله فلوس، هتتعب قوي يا خل بين البيتين وبين الاتنين ستات، وجايز البنت دي تاثر عليك في المستقبل وتخليك تنسى ولادك وامهم. طب والحل ايه؟ الحل بقى يا سيدي انك تفتح بيت تاني وتخليه محطه للراحه وركن للسعاده المختلسه. انت من حقك تعيش وتفرفش. معاك حق، بيني وبينك انا مش عايش خالص، بس برضه كلامك ده انا مش قادر اهضمه ولا استسيغه ابدا. الحل اللي انا بعرضه عليك ده حل وسط، بدل ما تروح تدبلك في جوازه تخسرك الجلد والسقط، تأجر لك شقه مفروشه. والله مشي الحياه كان بها، ما مشيش تبقى انت قدرت تحصل خسارتك في اضيق الحدود. والله انت برجلتني بكلامك ده هي تقطعك. والله استجابت وجت معاك تبقى انت عرفت ديتها، ما استجابتش تبقى انت كسبت الشقه المفروشه، ودي هتبقى ملقف الستات هيتحدفوا عليك من كل ناحيه. لا، لو ما استجابتش هي هتجوزها. لا بس في الاول هجرب كلام واحد سافل زيك. صحتك ايديه. قال لي يا ابو محمد، اصل الشغلانه الجديده دي يا زينب
حملها بقى كبير عليا قوي. الواحد خلاص ما بقاش يقدر ينام الليل دلوقتي وهو مستريح ابدا. أه. وماله؟ طول عمرك سداد قدها وقدود. لخبطت حياتي ولخفنت مواعيدي، خلتني بقيت اسافر واسهر بره البيت، والحاجات دي اصلا مش متعود عليها يا زينب. ابو محمد شوف يا اخويا، طول ما هو شغل ربنا هيعينك باذن الله. يعني انت مش متضايقه يا زينب؟ ها؟ تبقى عيبه في حقي. اتضايق ليه وانت مكفينا ومش مخلي في جهدك جهد؟ البركه في البكر ادى لعاد ابنك نفسه في البيت طول ما انت مش موجود يا اخويا. طيب يا زينب ناوليني النضاره من جنبك. انا يا اخويا هطلع انا بره اخلص شويه ورق للشغل. ها؟ تصبح على خير. انت من اهله يا سيد الرجاله. انت صحيت يا بابا؟ وانا كنت نمت عشان اصحى. اعمل لك شاي؟ لا خش ذاكر انت وسيبيني في حالي. في الباب. يعني كان فيه تلاجة مش كان بقى فيه تلج؟ بدل الواحد ما يشرب السم الهري ده على لحم بطنه. حضرتك بتكلم مين يا بابا؟ بكلم روحي يا سيدي، خليك في حالك وسيبني في حالي. ايه الازازه اللي بابا كان مخبيها بثلاث وش دي؟ مالكيش دعوه انت بالحاجات دي. يعني عارفه انك ما تقولش. هقول لك بس يا امين اتمسي وسيبيني في حال الله نسيك. ها؟ هو البيت كله قلقان النهارده؟ انتوا صاحيين ليه؟ يا ماما الساعه لسه 9. ما 9 ما احنا كل يوم بننام بدري عشان نصحى بدري. ايه يعني؟ كلكم صحيتوا ورايا كده ليه؟ ايه؟ اصبروا. عايز قطعت شويه في البيت وانتوا نايمين. معرفش. ايه؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ ايه الغلب ده؟ ارتحتوا؟ نكدتوا لي على الراجل الشقيان؟ انبسطوا بقى. انت العادي خارج ولا ايه؟ ايوه خارج. عندك مانع يا زينب؟ لا براحتك، لو عايز تخرج اخرج، بس قولي رايح فين عشان ابقى على بينه. اصل الجماعه الفرنساويين مسافرين الليلاد، وقلت من الواجب برضه ان الواحد يروح يوصلهم لحد المطار. يسافروا بالسلامه. لو اتاخرت عليكم ما تقلقوش، لان احتمال الطياره تتاخر. براحتك يا اخويا، بس تقل على روحك، شويه البرد بتوع بالليل دول مش عايزاهم يخشوا في عظمك. كده؟ طب حالي على الفنيل. ها؟
الو. يا ترى الانسه هاني نايمه ولا صاحيه؟ ايه؟ مالي خليل؟ حاضر. يا هالة. نعم. تليفون. مين؟ المدير بتاعي. الو. اهلا يا خليل بيه. لا لا ابدا مفيش ازعاج ولا حاجه. اهو نمت شويه الظهر وصحيت وعندي فيلم فيديو هتفرج عليه. اصل اني اتخانقت في البيت وخرجت قرفان، فقلت اكلمك ادردش يعني. ما تيجي شويه بس اوعي يعني الحكايه يكون فيها احراج ولا حاجه. لا 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 ابدا يا فندم، انا سعيده جدا ان سمعت صوتك. هو حضرتك بتتكلم منين؟ شقه مفروشه؟ حضرتك عندك شقه مفروشه تانية؟ الشقه دي انا واخدها مخصوص بالعين يا بقى عشانك انت. لا سكرت ايه؟ ما سكرتش ولا حاجه. قصدي يعني واخدها عشان نتجوز فيه. حضرتك برضو مصر على الموضوع ده؟ واي اصرار. يا ريت تتجوزيني الليله. طبعا. وقع لشوشتي كمان. لا ابدا، ولا غلط ولا اياتها حاجه. انت الانسانه الوحيده اللي المفروض تشاركيني في حياتي. يا ريت اشوفك الليله. مش معقول ليه؟ قولي لهم شغل. الله، مش انا المدير بتاعك وانا بكلمك اهو. خليل بنت سكران، نام، تصبح على خير. باين عليك حكيت يا خليل، عشان كده قفلت الخط. يوه، لا أنا اللي سافل وكمان غلطان، وهاله ما استجابتش. يبقى مفيش يا واد يا خليل غير حل واحد. مع السلامة يا كمال بيه، إن شاء الله ربنا هيتمم بخير. الله يسلمك، وانا في انتظار ردكم يا طنط. إحنا بس نسأل هالة ونعرف رأيها. لا من ناحية انا مطمن خير ان شاء الله. ما تنساش الازازه اللي وعدتني بيها. ازازة واحدة ممكن؟ صندوق ويسكي بالكلام. باي باي. مع السلامه. صندوق يا توحد. كمال؟ عشان تبطلي شك فيا، اول ما عرفتيني عنوانك جيت على طول عشان اخطبك. معقولة؟ طب وايه اللي حصل؟ مش هينفع الكلام على السلم، تعالي معايا. على فين؟ تعالي بس، انت في حكم خطيبتي ولازم تسمعي كلامي قدامي. اتفضلي اتفضلي. انت ليه بس مصر ان احنا نيجي نتكلم هنا؟ على الاقل تعيني البيت اللي هتعيشي فيه بعد الجواز. كمال، انت ايه اللي خلاك تيجي تطلبني النهارده؟ وليه ما قلتليش؟ حبيت اعملها لك مفاجأة. وقابلت ماما؟ وممكن قصدي جوز مامي، ده راجل ظريف قوي ابن حظ. على فكرة هنبقى اصدقاء قوي قوي قوي. تحب اعمل لك كاس؟ لا. طب تسمحي لي اشرب كاس عشان اتشجع واقول اللي في قلبي؟ 5000 جنيه بالتمام والكمال زي ما سعادتك امرت. يبقى فاضل في الرصيد قد ايه؟ ايوه، كشف الحساب يا فندم. وحضرتك هتدفع مقدم شقة جديدة يا ترى ولا ناوي تغير عربية؟ لا، ناوي اغير حياتي كلها. لكن لما هتطلب انت هتقدر توصل لغرضك. يا سلام يا صاحب الصوم والعفان. غصب عنك يا حقير. ايوه حقير بأمارة مامي اللي ما بيفوتش من السكر، ولا مامي نفسها اللي عامله لي فيها نوخه. كتاب ايه؟ عنوان انا اللي استاهل عشان صدقتك وامنت لك، لكن انا مش هكرر غلطة امي تاني. انا
فعلا عندك حق يا صديقي الريف الساذج. الشيطان عمره ما يبقى ملاك. يعني حضرتك المدير بتاع عالم شغل؟ ايوه يا فندم. وعايز تتجوزها؟ ده أني يبقى لي الشرف. يعني عايز تبقى المدير في البيت وفي الشغل كمان؟ ارجوك يا ابني اعذره، اصله متقل في الشرب حبتين. هو ده اللي انت فالحه فيه. بكره تلاقي بنتها زيها كده بالظبط. ايه على راي المثل، اللي بالقدر على فمها تطلع البنت لمين؟ لمين؟ لأمها. تطلع لأمها. خفيف. خفيف. بس انا فاكر من شويه ان كان في واحد تاني عايز يتجوزها، مش كده يا فتحيه؟ اسكت انت يا صبحي. أنسة هالة. انت جاي هنا ليه؟ هالة، ارجوك يا ماما خد يا عمي واخرجوا برا شويه، ليه كلام مع خليل بيه. ايه قدامي. على فكره ده ما ينفعكيش، تصوري باب الشهر. باب الشهر. الله يرفعها. قول يا شيخ. أنسة هالة، أنا جاي هنا عشان تخطبني مش كده؟ لا، عشان أتجوزك. ارجوك تصرف نظر خالص عن الموضوع ده. ايوه انا عارف انت قلقانه من ايه، عشان يعني متجوز وعندي اولاد، لكن انا سبق وقلت لك اني اقدر افتح بيتين، وفي نفس الوقت برضه مش هتخلى عن مسؤولياتي تجاه ولادي ومراتي. حتى بعد اللي شفته دلوقتي؟ ايه هو اللي شفته؟ جوز امي اللي ما بيفوقش من الخمر ابدا. بالعكس، ده يخليني اتمسك بيكي اكتر. ليه؟ عشان توصل لغرضك انت كمان؟ لا، عشان انسانه زيك لازم تعيش بعيد عن الجو ده. لازم تلاقي الاستقرار والامان. هتتجوزني شفقه؟ لا، الحب قبل الشفقه، وانا اللي جابني هنا الحب يا هانه. واللي شفته دلوقتي؟ انا ما يهمنيش اللي شفته، انت بس اللي تهميني، انت بس. وعشان اثبت لك كلامي انا هتجوزك النهارده. لا، دلوقتي، ودلوقتي حالا هنزل اجيب المأذون. عن اذنك. خليل خليل خليل، جهز الشربات على ما ارجع اجيب المأذون. ها مبروك يا حبيبتي. ماما يا ترى اتأخرت ليه؟ يا ترى ايه اللي حشك عنك؟ مش عوايدك يا سي خليل تعوق بالشكل ده. يا ماما هو عارف تقلقي عليه بالطريقة دي، كان يتكلم في التليفون يقول هو فين لاجل ما نطمن. فعلا يا ماما تطمني عليه، بس روقي انت. اهو جه. مساء الخير. انت كنت فين؟ هروح فين يعني؟ اديني مزروع في الوظيفه، اجتماعات وجلسات مستمره من صباح ربنا لحد ما هلكت وفاض بيا. معلش يا اخوي، مفيش حاجه بالسهل، ربنا يقويك. خش غير هدومك اكون انا جهزت الاكل. طب وكتاب الله احنا على لحم بطننا ما كلنا حاجه من الصبح مستنيينك. وليه؟ كده غلط. ما دام انا اتاخرت يبقى انتوا لازم تتغدوا. وبعدين لعلمكم بقى، انا من هنا ورايح مش هكون مواظب على مواعيد البيت، لان المسؤوليات اللي عندي بقت حساسه للغايه، وبناء عليه يعني مواعيدي هتكون متلخبطه للغايه. ربنا يكون في عونك يا ابو محمد. لو سمحت يا زينب من فضلك يعني وضبي لي الشنطه. انت مسافر ولا ايه؟ ايوه ان شاء الله مسافر الليله، لان الصبح لازم انا اكون في ستوكهولم. تروح وتيجي بالسلام. الله يسلمك. بس حضرتك ما عندكش باسبور عشان تسافر. اخلص يا غبي، انت مالك انت؟ باسبور ايه اللي جاي تقول عليه يا غبي يا ابن الغبي؟ انت ما تعرفش دلوقتي ان ابوك بقى من كبارات البلد؟ انا اسف يا بابا. اسفك معاك يا اخويا، وتصدق واسكت.
قولي لي الجلابيه من عندك. انا اقول لك ايه؟ الجلابيه، اصلاني لازم البس الجلابيه عشان اسلت البنطلون من تحتيه. مكسوف؟ ها؟ داني بقيت عياضه. ايه ده؟ ايه؟ معقولة هتلبس الخيمة دي؟ اصل دي اللي انا متعود انام بيها، ومن غيرها هستهوى. شوف بقى البيجامة الجميلة اللي انا جايباها لك. ايه ده؟ بيجامه؟ ايوه، وحرير كمان. بص اسمع بقى، انت لو لبست البتاعة دي انا هتضايق جدا. انا بقول برضو خليني في الفضفاضه دي احسن من البيجامه، احسن ديت احسن حاجه بلبسها. لا هتلبس البيجامة دي. بص. لا سامحيني، مش هقدر. ايه ده؟ معقولة كل اللي انت لابسه ده مفتري؟ ايه؟ معلش بس فيه كمان اصل طولي بالك عليا اخلص من ده الاول، وبعدين اصل فيه واحد تاني مزرجن معايا قوي، بقت عقده ومش عايزه تخلص. ايه العقدة دي؟ ايه؟ ايه العقدة دي؟ الدكه، اعملي معروف في حد والدك سيبيني احسن، دي بقت مشكله. ليلو علشان خاطري يا حبيبي. ايه؟ البس البيجامة اللي انا جايباها لك. يا سلام يا هلولي، اذا كنتيش بس تركبي دماغك. مين بقى اللي بيخبط علينا دلوقتي ده؟ ايه ده؟ إيه؟ انت بتاع الباب كده؟ ايه وماله كده؟ ماله كده؟ إدارة الفندق يا فندم تتمنى لكم شهر عسل سعيد. ميرسي قوي. لو سمحت بره يا اخويا، بره انت هو. اتفضل لو سمحت. استنى بس ناخد البقشيش. ياخدوا البقشيش من بره الباب. مفيش ايه ياخدوا بقشيش ايه؟ لو سمحت شويه. امسك. ايه؟ 10 جنيه. عشان خاطر معلش. خد يا اخويا خد. تاني مرة ما تبقيش تفتحي لحد وانت بالشكل الإباحي ده. انت بتغير عليا يا ليلو؟ أوي يا حبي أوي. يعني دمك حامي قوي؟ أوي، انت فورتهولي. يبقى كده عملتهولي. لا مش هيخفى عليك. ايه اللي انت لابساها دي؟ ناقص كمان تلبسي لباس بحر. طب وفيها ايه؟ كمان بتقولي فيها ايه؟ الله، خليك سبور. لا انا في الحاجات دي متزمت جدا. ايه يا ليلو؟ انت بتشخط فيا كده ليه؟ لا ليلي ولا ديولو، ده غلط اللي بتعمليه في نفسك، ده اكبر غلط، ده ضد الحشمه ويتنافى تماما مع الوقار. الظاهر بقى ان احنا هنبتدي نختلف. ايه؟ انت طمسطي؟ انت زعلت ولا ايه؟ انت اللي مش قادر تخلع السديري من تحت جلدك يا خليل. نهار مش فايت، معقول حرمتك اللي على ذمتك تبقى بالإباحية دي كلها يا خليل؟ هزلت واتمسخرت كمان. ما هو انت اللي عايز كده، مش هي دي الست القرفرانكة اللي انت ريلت عليها ورجليك حفيت وراها؟ اشرب بقى يا فالح، اشرب لحد ما تقول يا كيفه. هلا، ظاهر اني اتنقلت نقله حضاريه، والنقله دي كانت واسعه حبتين شويه يعني على عبد لله، على راي المثل اللي بيقولوه عندنا في الفلاحين في بلدنا، كنت في جره وطلعت لبره. عشان كده ارجوك يعني ما تتضايقيش مني. تطبيع العلاقات بينا يعني لازم يتم بالراحه شويه عليا، لحد يعني ما اتعود على الجو الجديد ده واخد عليه. تعرف لو ما كناش قدام الناس كنت عملت فيك ايه يا حبيبي؟
تعبت ليه؟ تعبت لانك مش هاضم الموقف. لو انت بتحب الرقص ما كنتش تعبت بالشكل ده، ولا كان ده بقى حالك؟ انا بحبك انت وعشان كده بغير جلدي. خليل انت لازم تتغير، هو ده الطبيعي. خليل انا بحاول انقلك في الواقع. كل الناس اللي حواليك دول احسن ناس في البلد. ما هو عشان كده البلد خربت، كلهم خايفين بيهربوا من نفسهم وسكرانين عشان ما يفكروش في الهم الازلي اللي هم فيه ده حاجه تقرف يا شيخه. الهانم تسمح بالرقص دي؟ مين ده؟ ايه ده؟ عاوز ايه المطعم ده؟ ده طالب يرقص معايا. يرقص معاكي؟ رقصت مصرنا جوه بطنه. اما انك راجل نطعه صحيح، ما انت شايف الهانم قاعده مع جوزها راجل قليل الادب صحيح. اصلا منافسك ايه الغلط ده؟ انت بتضرب بيا؟ العالم زباله. انا عايز اعرف انت بتضربه ليه؟ انت هتمد ايدك النضاره امانه. فيه يا حبيبي؟ بتضربه ليه؟ ايه يا حبيبي مالك انت وماله؟ بتضربه ليه؟ مين اللي بيخبط؟ خليل يا كمال. خليل؟ ايه ده؟ ايه اللي عامله في روحك ده؟ اتجوزتها. مش انا اتجوزتها؟ طب اقعد ده انت مستوي على الاخر. اقعد. واي سوي واي سوي. اسبوع عسل اسود بعيد عنك اسود. بس انا حذرتك من اول يا خليل. ما انت السبب. انا؟ ايوه طبعا انت. مهاني لو ما كنتش بصيت لك ما كانتش حاجه من ده حصلت ابدا. بس انا ما بتجوزش يا حبيبي. ايوه يا حبيبي، ما هي دي الغلطه اللي انا وقعت فيها. لازم اتخانقتوا مع بعض. اتخانقتوا؟ ايوه، والخناقه انتقلت لكل الناس الموجودين في اللوكاندا. والنتيجه زي ما انت شايف كده، وسابتني. بقيت عامل زي الراس على السلم، لا حصلتها ولا طلت من العيال. فين فيكي؟ فين؟ فيكي تعيش انت. وميمي. ولا يهمك يا حبيبتي، انا من اول يوم ما كنتش مرتاحاله. مش هي اللي اختارته؟ تستاهل بقى الاجرام. كان لازم نعرف ان ملوش امان. الله، هو ده من توبك يا حبيبتي؟ ده واخدك على ضره. الصبح هنشوف لك حل معاه. ما تعيطيش يا حبيبتي، ما تعيطيش يا عين امي، ومرتاحي وروقي كده، والصبح هجيب لك حقك. بكره الصبح ترباها على دماغه. ونسي المؤخذ اللي كتبته عليه دول 15,000 جنيه. ده لو ما جاش بالذوق. لو ما جاش بالذوق يبقى بالقانون، بالمحكمة. ألف حمد لله على السلامة يا سي خليل بيه. ألف حمد لله على السلامة يا أخويا. طب وكتاب الله البيت من غيرك ماله حس. لكم وحشة والله. لو كنت أعرف إن بعدكم هيأثر فيها للدرجة دي ما كنت سافرت ولا كنت سبتكم. معلش بقى يا زينب، الغربة ليها أحكام. المهم تكون خلصت شغلك وعملت اللي عليك. تعبت كتير قوي يا زينب. السفرية دي هتفضل مأثرة فيها طول العمر، وحاسة في نفسي قوي. ايه اللي بتقوله ده يا سي خليل بيه؟ ما احنا قدامك اهو يا اخويا زي الفل. اديك رحت ورجعت لنا بالسلامة. يخليك لينا يا سيدي البيت. جبت لنا ايه معاك من السفر؟ طب سبتي ايه ده؟ ايه الهدوم المدندشة دي يا سي خليل؟ محدش يفتح الشنطة. اتفضلوا اطلعوا بره دلوقتي، أنا جاي من السفرية دي حيلي مهدود وعايز استراح شوية. يلا. يلا يا عيال، يلا بيتك كل واحد على اوضته. محدش يفتح الشنطة دي إلا بمعرفتي يا زينب. ايه ده يا سي خليل؟ ايه الهدوم الملعلعة دي؟ لا يا اخوي، لا انا كسف اخرج بيهم. دي بيجامة
بيجامه يا زينب. هتقعد بيها في البيت؟ لا، هروح بيها السيمه. صباح الخير. خير. انا جاي اتفاهم معاك بهدوء وأنا تحت أمرك. من غير انفعال. انت راضي عن كل اللي حصل؟ وأنت برضه كان يصح تسيب اللوكاندا من غير إحم ولا دستور؟ تفوتيني والخلق نازلة فيا ضرب؟ وهو مين السبب في ده كله؟ يعني كنت عايزاني أقف ساكت وأنا شايف المسخرة وقلة الأدب دي قدامي؟ خليل حافظ على الفاظك لو سمحت. أنت اللي كان لازم تحافظي على تصرفاتك. انا عايز افهم انا غلطت في ايه بس. غلطت في إيه يعني إيه؟ يعني كنت عايزاني أقف ساكت وأنا بتفرج عليكي وأنت بترقصي مع راجل غريب؟ انا ما طلبتش ارقص مع حد. كمان كنت عايزة تطلبي ترقصي معاه؟ انت اديتني فرصه تشوفني انا هتصرف ازاي. أنا ما كنتش أقدر أستنى دقيقة واحدة من غير ما أقدم الجدع اللي كان عايز يرقص معاك الهلف ده. خلاص يبقى طول ما انت عايش معايا هتفضل تتخانق مع كل الناس. يا سلام، عشان بحافظ على شرفي وكرامتي؟ لا، عشان ما بتحكمش عقلك. مش فاهم الدنيا كويس. قصدك دنيتك انت بالرقص والمسخره. خليني قلت لك حافظ على الفاظك ومفيش داعي للغلط. انا جاي اسالك انت ناوي على ايه بالظبط؟ ناوي على ايه في ايه؟ حياتي، في جوازنا. انا طبعا عرفت ان انت لميت هدومك من الاوتيل، وعرفت كمان ان انت رجعت لبيتك ومن بعضك. امال يعني كنت عاوزاني افضل متلطم في الشوارع؟ يا خليل انت محتار. انت دخلت برجلك في دنيا جديده غريبه عليك، ورجلك التانيه في دنيتك القديمه. لازم تحدد وتقرر انت عاوز ايه بالظبط. اسمع بقول لك، انا السياسه لوي الدراع دي ما تمشيش معايا. انا راجل فلاح، وبعدين انا راجلك وكلمتي عليك هي اللي تمشي. طب ايه هي كلمتك؟ قولها. ما تقولها يا خليل. ايه هقولها؟ على كل حال فكر كويس قبل ما تقولها، وانا برضو لسه مراتك، بس مستنيه في بيتي لغايه ما تقول كلمتك. عن اذنك. ايه ده يا نان؟ اهدي. يا حلاوه يا حلاوه، يا نهار ما فيش غم. امينه، تفتكر ابوكي جايب لي ده يا امينه؟ حلو تلبسي تحت الفستان بدل الكرك. صح. ايه ده؟ ايه الشراب ده يا امينه؟ لا جايبهولي. لا، الشراب ده ملبوس قبل كده. يعني الكلام ده بقى؟ يعني فيه رجل غريبه لبسته ولقيت فيه. ما تسلميش بابا، استني لما يجي وشوف هيقول ايه عليه. يا لهوي، وانا جرأ اساله؟ حق ابطلوا ده واسمعوه ده. ما انت لازم تساليه عشان تقطعي عرق وتسيحي دم وما تبقيش قاعده قلقانه كده. لا يا اختي، انا انكسف. انا هحط هنا كده اهو واستنى لما يدخل، لما يبص عليه اشوف هيقول ايه. وهتفضل هربان من مواجهه المشكله؟ قصدك الورطه المنيله اللي انا وقعت نفسي فيها؟ انت مسميها ورطه لانك وقعت نفسك فيها، انا بقى بسميها مشكله لان ضروري كلها حل. حل ازاي بس يا ابو كمال؟ واحده حبيتها وبعد ما اتجوزتها حسيت اني مش قادر اعيش معاها، والتانيه متجوزها بس حاسس اني مش قادر اعيش معاها وانا حاسس اني بخدعها. الاولانيه بصراحه برضه لا هي من توبي ولا انا من توبها. ما انت عارف كده من الاول. مش للدرجه دي، كنت فاكر اني ممكن اغير من احوالها، لقيتها هي اللي هتغيرني وهتخليني مسخه قدام الناس وقدام نفسي. خلاص طلقها. مش قادر. لسه بتحبها؟ ما اكذبش عليك. ايوه. يبقى تستحمل اللي هيجرى لك وارجع لها تاني. برضه مش قادر. امال ايه الحل بس؟ مش عارف يا ابو كمال يا اخويا، مش عارف، بس برضه لازم أن يكون في حل.
هذا النهار وكل ما يأتي فيه. ايه يا سي خليل؟ انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ لا ابدا. انت رتبت الحاجات اللي كانت في الشنطه ولا ايه؟ اها. ما كنت عايز نسيبها كده؟ انت ايه رايك في الشراب ده؟ حلو؟ رايي فيه من جهه ايه يعني؟ اصلنا اتفقنا مع المصنع اللي عمل الصنف ده اللي منه العينه دي يعني، عشان ينتج لنا منه اصناف كويسه منه يعني، وبرضه الواحد لازم ياخد راي الحريم في الموضوع ده. هو حلو، بس لو تعملوا منه بني ولا اسود؟ لا ان شاء الله هنعمل منه كل الالوان. اصل ده مشروع انفتاحي والبنك هيساهم فيه يمكن ب 15%. سي خليل. ايوه زين. انا ظلمتك. ايه مالك جايبني على ملا وشي على الصبح ليه؟ عشان تقف جنبي في زنقه المنيله. خير؟ زمانها جايه. معقوله؟ ايوه اتصلت بيا وجايه تعرف قرار النهائي في الموضوع. وجايه دلوقتي؟ قلت لك ايوه. استاذ كمال صديقي وبلدياتي، استاذ كمال الزعفراني، وجاي محضر خير. صديقك وبلدياتك؟ فعلا ان الطيور على اشكالها تقع. أنا ما بخبيش حاجة على أبو كمال، ده أخويا. هو الأستاذ كمال محامي؟ لا أنا مجرد صديق يا مدام هالة. المدام هالة. تشرفنا يا مدام. هو الأستاذ كمال بقى اللي هيحل لنا المشكلة؟ مفيش داعي لأسلوب السخرية والتهكم ده. حضرتك طلبت تقابليني وأديكي قابلتيني. وأنا تحت أمرك. تحت أمري إزاي يعني؟ يا خليل بنت اتجوزتني وبعدين سبتني ورجعت لبيتك، وبعد كده نقلني من شغلي لمكان تاني. ممكن افهم انت ناوي على ايه؟ ناوي تكمل ولا ناوي تسيب؟ اكمل ايه واسيب ايه؟ اسمع ما اقول لك، انا ما جيش بالتهديد. انا ما بهددكش، وكمان انا مش جايه ارمي جتتي عليك. مش عاوزني؟ طلقني. طلقني يا خليل. انت ليك بيتك ومراتك واولادك، وانا مستعده اسيبك ليهم. يعني بتطلب الطلاق؟ يعني كل كلامك وتصرفاتك معايا قبل كده كانت تمثيل في تمثيل؟ أروح مفيش داعي نحرج بعض. يا جماعة التفاهم مفيش أحسن منه. جاية تطلب الطلاق بعد كل اللي عملته عشانك؟ أنا جاية عايز أعرف أنا إيه بالنسبة لك بالظبط؟ زوجة ولا مجرد نسوة وخلصت؟ عايز أعرف ومن حقي إني أعرف. سامع يا أبو كمال؟ شاهد؟ بتتهمني إن هاني بتاع نزوات. مدام هنا مفيش داعي تظلمي. اسمع أنت آخر واحد تتكلم. أنت سبب المصايب دي كلها. الله، هو أنت يعني ما قدرتيش على الحمار تقوم عايزة تشطري على البردعة؟ ماله كمان راخ؟ طلقني يا خليل، أرجوك طلقني. مدام هانة رايح فين؟ رايح فين يا أخي؟ أنت مالك ومالها؟ شأنك أنت إيه؟ مراتك هي خالد ولا مرات هاني؟ يا أخي بطل غباوة بقى. أوي. ايوه. منزل الاستاذ خليل؟ ايوه يا اخويا، عمران بحسه. اعلام المحكمه. محكمه؟ ليه؟ تسمحي تمدي لي هنا؟ هيعملوا فيها ايه؟ شوف كده هيحبسوه ولا ايه؟ لا يا ست، مش هيحبسوه ولا حاجه. الظاهر ست مراته ورفع عليه دعوه طلاق. مراته؟ يا ستي يا ستي ماما في ايه؟ ابوك اتجوز! ابوك اتجوز يا ستي! يعني عايز تفهمني إن عمركم ما اتكلمتم عني؟ لا طبعا اتكلمنا عنك، بس ما كنتش أعرف إن أنت آلة مراته. غريب. وأنت عمرك ما كلمتيه عني؟ بمناسبة إيه؟ أنت ناسي تصرفك معايا؟ أنا آسف، بس ما تنسيش إن أنا كنت شارب وما كنتش في وعي. وكنت شارب ومش في وعيك ساعة ما رحت تخطبني؟ لا طبعا كنت في وعي، كنت فعلا ناوي أخطب. عشان توصل لأغراضك التانية. والتمن إيه؟
دبله تلبسها في صباعك وبعد كده ترميها. هالة، اعتبر اللي فات مات. انا مش جاي اناقشك فيه، بس انا في قلبي كلمه عاوز اقولها لك. قلتها يا كمان، وكانت السبب اللي خلاني اتجوز خليل، الراجل اللي قبل يتجوزني بكل الواقع اللي انا عايشه فيه. وبعدين ما قدرش يفهمني، ما قدرش يتغير ويقربني منه. وانت ليه ما حاولتيش تتغيري وتقربيه مني؟ انا حاولت، لكن خليل مش ممكن يتغير، مش عارف يعيش عصره. حاولت اخليه انسان تاني عصري ومتحضر لكن فشلت. واذا كان قدامك انسان عصري ومتحضر جاهز، اسطوانه جديده دي يا كمال؟ صدقيني يا هالة، انا الانسان الوحيد اللي ينفعك. انت كده بتخون صاحبك. صاحبي ده لازم يطلقك، البصل عمره ما يبقى عسل. ايه دي بقى؟ لعبه جديده لمصلحه خليل؟ لا يا كمال، ده انا صاحيه قوي. هالة صدقيني، انا بكلمك باخلاص وبصدق. انا ندمت بعد ما خسرتك، ودلوقتي ندمت اكتر. انا لازم اصلح غلطتي، وانت كمان لازم تصلحي غلطتك. غلطتي؟ اوعي تقولي انك بتحب خليل او حبيتيه، لو قلت كده تبقى اكبر كدابه في العالم يا هالة. انت ازاي تتصرف زي ده من غير ما تاخد اسم؟ الحق عليا لما حافظتك على حقوقك. اتفضلي شوفي بنتك يا ستاني. حق مالكيش حق يا هاله، يعني عايزانا نفضل ساكتين ونشوف خليل معلقك؟ تقوم ترفع قضيه طلاق؟ انا طلبت كده؟ من غير ما تطلبي، احنا عدنا بحقوقك. انت مين اللي فوضك؟ انا استعملت التوكيل اللي عاملاه لامك. من غير ما تاخدوا رايي، من غير ما تسالوني. ادينا قلنا لك اهو. بعد ايه؟ بعد ما رفعت القضيه وزمان الاعلان وصل؟ وصل له على بيته وعلى بيت مراته كمان. يا عيني على مراته، يا ترى ايه اللي هيجرى لها دلوقتي؟ يا اختي خليها تقاسي زي ما قاسيتي، خليها تطربقها فوق دماغ ابوه. يا ناس حرام عليكم بقى، انا اضرب اموري واعرف احل مشاكلي بنفسي. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ مش ده برضه بيت الست هالة؟ ايوه. وانت يا اختي الست هالة؟ ايوه. مين حضرتك؟ انا ام محمد، زينب مرات الاستاذ خليل. خليل؟ بيتهيألي حضرتك عارفاه كويس. اتفضلي اتفضلي يا فندم. محمد ابني، ما تستغربش اننا عرفنا العنوان، سألنا في البنك. اهلا وسهلا، اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل بنت الست والدتك؟ ايوه. حماد خليل؟ ايوه يا حبيبتي. مساء الخير يا ست ام هاله. يسعد مساكي. اتفضلي حضرتك معايا. ماما هات لنا حاجه ساعه لو سمحت. حاضر يا حبيبتي. خليك هنا يا دنايا، انا مش هتاخر، التاكسي مستنيني تحت. اتفضلي يا فندم. ايه ده؟ مين دي؟ احب على ايدك، ابوس ايدك يا اختي. بلاش محاكم، بلاش فضايح، كفايه ان ولاده عرفوا باللي حصل. عرفوا؟ ما انا جايلك عشان كده. اذا كان غلط في حقك، حقك عليا انا. المسامح كريم، كل شيء يتصلح. ما حصلش حاجه اكتر من هو اتجوزني، لكن صدقيني دي غلطه ولازم تتصلح. خلاص، يبقى ملهاش لزوم الجرس، ملهاش لزوم الفضايح. بس خليل طيب، وكتاب الله طيب وما يستحق ده كله. انا عارفه، بس صدقيني دي برضه كانت غلطه، لكن انا هصلحها. انا زيك ما احبش اذي خليل، ولا انا وش محاكم. باين باين يا حبيبتي، ان شاء الله ربنا يسترها معاكي. المهم ما تكونيش زعلانه. ما دام هنكفي على الخبر مجور، يبقى خلاص ربنا ما يجيب زعل. وارجوكي تسامحيني وما تزعليش من خليل. يا عيب الشوم، انا برضه بنت اصول يا استهاله. اكيد انت شايله من خليل وزعلانه مني. وهزعل منك ليه؟ اي ست بتتضايق لما جوزها بيتجوز عليها. تبقى غلطتها، اني الغلطانه. تلاقيه كان زعلان مني، تلاقيه كان شايل مني يا حبه عيني من غير ما احس. بس خليل دونا عن الرجاله كلها، ما يبيعش بيته بالسهل ابدا. انا متاكده ان خليل بيحبك. ما انا من قبل ما ابقى مراته، انا بنت عمه وقريبته، متربيين سوا من واحنا عيال. يعني خلاص مش زعلانه من خليل؟ بس خليل ما غلطش، ده راجل وسيد الرجاله والف من تتمناه، والشرع يديله الحق. سامحاني؟
ربنا هو المسامح. استأذن بقى. أنستي وشرفتي، وصدقيني مجيتك الليلة جميل مش هنساهولك طول العمر. يعني اطمن؟ اطمني، خليل هيرجع لك، هيرجع لبيته وأولاده. امان عليك، مجيتي الليله بلاش خليل يعلم بيها، وانا من يمتي اعلان المحكمه اللي وصل له مش هوريهوله. يلا يا محمد، يلا يا ضنايا. مالك يا امين؟ بتعيطي ليه؟ في ايه؟ امك فين امال؟ زينب زينب الله، امال محمد اخوكي فين؟ ايه ده؟ اللهم اجعله خير. عملتيها يا هاله؟ محمد مالك يالا؟ في ايه؟ بتبص لي كده ليه؟ امك قالت الورقه دي؟ ايوه، وانا اللي قريتها لها. حاضر هاي. مدام هالة، اسمح لي أدخل؟ طبعا اتفضلي. طيب مالك مسروق كده ليه؟ الله، ايه يا معلم؟ ايه اللي حصل؟ يا فين؟ هي مين يا جدعان؟ انت داخل تتكلم علينا كده ليه؟ ليه انت واسكت؟ تعالى انت هنا. انت جاي هنا ليه وعاوز ايه؟ جاي اعمل ربة الصوت والعفاف، احترم نفسك يا جدع. انت قلت لك انت واسكت. اطلب لنا البوليس يا راجل، اطلب لنا البوليس. لا بوليس ولا محاكم. اذا كانت بنتك مش موجوده بلغيها انها طالق، ورقتها هتوصل لها بكره، والمؤخر وكل حقوقها هتوصلها بعد كده على الجزمه القديمه. مش خليل اللي يتجرجر ويتبهدل في المحاكم يا هانم. بس انا برضه مش هسيبك. قلت لك انت شفتي عرفت ازاي اقدمه؟ ما تحرمش منك يا سبعي. أنا كل اللي بطلبه منك دلوقتي إنك تفهم خليل حقيقة اللي حصل. تطلب منه إن هو يطلقني في هدوء ومن غير شوشرة، لأنه لازم يرجع لبيته وولاده. طب افرضي إنه عاند ورفض؟ خليل مش هيرفض. أنا متأكدة إن هو بيحب مراته وولاده. وإنتي؟ خليل ما حبنيش. خليل حب يتمرد على حياته ودنيته، حب يعيش حياة جديدة. أنا كنت بالنسبة له الحياة دي، لكن هو ما قدرش يتغير. كان لازم يرجع لحياته الأولانية. إنتي بتحبيه يا هالة؟ أنا اتجوزت خليل عشان أهرب أنا كمان من حياتي. أثر فيا قوي موقفه وشهامته معايا، وخصوصا بعد أنت ما تخليت عني. كنت حاسة إني هلاقي الأمان معاه، لكن اللي اتضح إن أنا مش ممكن ألاقي الأمان على حساب زوجة وأولاد تانيين. اهدى. اهلا يا خل يا خاين يا رد. انت لازم انسى فراسي. خليل ما تظلموش، أنا جيت هنا بنفسي. ومش مكسوبه من نفسك؟
يا ربة الصول والعفاف. عموما انا لبيت عليك يمين الطلاق وورقتك هتوصلك وممكن تكملي حياتك مع الكلب ده. فوق عليك وعلى اصلك. خليل ألف لا بأس عليك يا زينب. معلش يا ولاد، سيبونا شوية. أنا عارف إني غلطان في حقك غلطة كبيرة قوي، لكن معلش كانت نزوة، أيمانات مغلظة وحسب عليها يوم القيامة. إنني بعتبرك يا شيخة أعظم ست في الدنيا، لأنك زي أمي وحبيبتي وأختي وكل حاجة. بس أنا برضو بعتب عليك يا زينب، لأنك نسيتي نفسك شوية. كان واجب عليك برضو تجاري الزمن. عيبك الوحيد إنك فضلت زي ما أنتي، ودي غلطة برضو أنا بعتبر نفسي مسؤول عنها. سامحيني يا زينب، سامحيني. مش عايز ولادنا يغضبوا عليا. كفاية عليا قوي، كفاية عليا قوي الكرب اللي أنا فيها دلوقتي. سامحيني يا أبو محمد. خشي. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة. ايه ده؟ يا عفاريت. يا عفاريت، يعني عامل لنا مفاجأة. المهم الحمد لله على سلامتك انت. البيت كان مظلم من غيرك يا ام محمد يا اصيله. ان شاء الله تنو عامل بحسك يا خليل. معلش يا زينب، أني غلطان في حقك غلطة كبيرة قوي، غلطة لا تغتفر. بس تعرفي أني بحمد ربنا عليها، لأنها خلتني أعرف قيمتك أكتر. يا ولاد خليكم انتوا هنا، سيبونا لوحدنا شوية. أيوه شوية كده شوية. ادعي ربنا يا زينب يخلصني من الدخة اللي أنا وقعت فيها دي على خير. أنا كنت حاسة أنت كاتب على روحك مؤخر كبير. بقول لك إيه يا زينب، أنا هبيع فدان أرض. لا الأرض، لا الأرض خسارة يا سي خليل. صيغة أهي، اتصرف فيها زي ما أنت عاوز. صيغة إيه؟ معقول الكلام ده يا زينب؟ مش معقول ليه؟ ما هو أنت اللي جايبها لي وأنا شايلها الوقت عاوزها، وقتها جه. مين؟ في واحد عايز حضرتك بره. واحد؟ يا ترى مين الواحد ده؟ انت وجايب رجليك لحد هنا؟ يا جبينك يا اخي قبل ما تغلط اعرف انا جاي ليه. ايوه جاي عشان تكمل بجحتك ووقعتك، جاي عشان تمشي بجنازه القتيل بعد ما قتلته. وانت مش طلقتها لك؟ ايوه خلاص، وبعت لها ورقتها ومؤقت صدقها 15000 جنيه هيروحوا لها. شوف ان شاء الله استلم، ان شاء الله ابيع كل ما قبله. انا خلاص
خلاص اشتريت نفسي. مفيش داعي لكل ده يا خليل. مين؟ انتي؟ انا جايه ابريك عن كل مستحقاتي وادي لك الورقه دي. يا سلام، ومن امتى يعني الانسانيه دي كلها؟ انا مش جايه عشانك، انا جايه عشان ارضي ضميري واعتذر لاعظم ام وزوجه قابلتها في حياتي، مراتك ومولودك يا خليل. مين يا سي خليل؟ على العموم مقبوله منك، واني هبقى ابلغها كل اللي قلتيه عليه. عن اذنكم. يلا يا اخويا يلا، ربنا يهني كل سعيد بسعيدته. يلا ادعي. مين اللي كان بيخبط يا سي خليل؟ لا مفيش يا ام امينه، دول ناس كانوا غلطانين في العنوان، بس الحمد لله صلحنا الغلط. زينب. يا عيون زينب. أنا كمان كنت تايه عن العنوان. ورجعت؟ رجعت. ده انت وحشتني وحشة يا سي خليل. احمدي احمدي يا زينب، ده انت لسه طالعه من العين.